السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم. كيفكم يا أخواتي؟ إن شاء الله بخير. إن شاء الله اليوم طبق خفيف وطيب كتير في متناول أيدي الجميع. اليوم إن شاء الله أكلتنا بطاطا بالبشاميل، أكلة كتير طيبة وزاكية. في عنا هاي البطاطا، هاي الكمية، طبعا أنتوا بتحطوا على قدكم، والدنيا صعبة، لسه في سمبوسك وفي شوربات، فما تكتروا، نصيحة ما حدا يكتر حتى ما يزيد. كل ما أكلتوا الأكل طازة يوم بيوم كل ما كان أفضل، لا تاكلوا بايت. في عندي هون تقريبا كيلو إلا شوي بطاطا، في عندي هون نص كيلو لحمة وبصل. أما الأغراض البشاميل، لما أبلش بالبشاميل إن شاء الله بورجيكم إياهم. في عندنا هون فلفل أسمر، بابريكا بهالطبيخ، واللي بحب يحط كمان يعني كرفة يحط. أنا بدي أحط كرفة بس نسيت البنت تحط لي إن شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين مربعات صغيرة بهاي الطريقة. في ناس بيسلقوا البطاطا وفي ناس بيعملوها دوائر برضو، أنا بدي أعملها بهاي الطريقة، شفتها أسهل إشي وأسرع. هاي الأكلة ما بتتاكل بخبز. لسه في جبنة على فكرة، في جبنة، أنا مش عارضة الجبنة، ضروري الجبنة. هسه بعرض لكم كل المكونات. رح أغسلهم وأقليهم، وبدي أحط اللحمة على الغاز. بنرجع لكم إن شاء الله. بدي أسوي اللحمة إن شاء الله، برجع لكم عشان نحط البصل. بس تسوي برجع لكم ونحط البصل. رجعنا للبشاميل. 3 معالق كبار طحين، لتر حليب، في عنا هاي ماجي باودر. حطيت ملح، ما بدي أحط الملح لأن الماجي باودر كتير مالح. ورشة صغيرة من فلفل أسود، ورشة صغيرة من جوز الطيب، ما نكتر. والثوم لا غنى عن الثوم، يعني اللي بيجيب نكهة البشاميل الثوم وجوز الطيب. يعني الكل اللي بيجي بيحكوا لي شو بتحطي نكهة، عيني هاي بس جوز الطيب إضافة وثوم، بس هاي الإضافات. هون أخواتي حطيت سمنة، هاي 3 معالق تقريبا. هاي معلقة، هاي معلقتين، هاي 3 تقريبا 3. حط لهم كمان شوية سمنة عشان يتخفقوا. مسكوا في بعض، لازم نحمصه، يعني تحميص خفيف جدا جدا جدا. هاي هيك خلص، هيك بزيت. شو بنحط الثوم. لازم الثوم شوي يتقلب على الحامي، شوي صغيرة مو كتير، عشان يعطينا نكهة كتير طيبة. خلاص هيك عزة. بحط لتر حليب. عادي هو راح يكتل بالأول، بس بعدين عادي عادي كله راح يفرد على بعضه البعض. نضلنا ندير، نصب بالتدريج شوي شوي عشان ما يكتل معانا. بدنا نحط ماجي الباودر كله، بدنا نحط فلفل أسمر، بدنا كمان رشة بسيطة من جوز الطيب، مو كتير. شايفين اشي بسيط. وبنحط ملح، انا ما حطيت ملح لاني حطيت ماجي باودر. بديش احكي لكم شو الريحة طيبة. بالنسبة هذا للكباتيل، هذا شو اسمه التوم يا صبايا، هو بيجي مدقوق بس انا حطيته
كانت مجهزة لي هيك فرم ناعم، حكيت خلص مش مشكلة. وهيك أمورنا طيبة، وهيك جهزت اللحمة، وهيك كل شي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد هيك مغرفتين، ما بنكتر، بس نسكر القاعدة اللي تحت، ورشة جبنة. هيك بنوزع شوي من اللحمة على الكل، والجبنة هيك، قطعة البشاميل، هسه بنضيف البشاميل على الوجه. وهيك يا أخواتي بطاطا بالبشاميل جاهزة. هسه بنحطها بالفرن من تحت، بنحطها تقريبا ربع ساعة، وعلى الوجه 5 دقائق بس اللي تحمر اشي خفيف. حبيباتي الطبق الرئيسي عندي بطاطا بالبشاميل. ان شاء الله يا رب ينال اعجابكم. خلصنا طبقنا الرئيسي، وان شاء الله يا رب يكون يوم حلو هني عليكم وعلى اهل بيتكم. بما انه أذن، العزة لله ولا اله الا الله، بما انه أذن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، القوام رائع جدا، واكيد الطعم رائع. هسه احنا بدنا نروح نفطر لانه هسه أذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.